كرات سودا بتنزل من السماء وتضرب أقوى مختبر حكومي بيولوجي متأمن في العالم، وفي ثواني الكرات دي بتتحول لمقاتلين بيخلصوا على كل الحراس بدم بارد. الهدف ما كانش السرقة، الهدف كان تدمير أغلى وأخطر سائل أحمر. السائل ده بيستخرجوه من البشر، بس قبل ما ينفذوا مهمتهم الحراس قدروا يخلصوا عليهم. ولما الشرطة بتفحص الجثث بيكتشفوا الصدمة، المهاجمين دول عندهم أنياب مصاصين الدماء ودمهم أحمر متحور. وفي لحظة مرعبة ضابط بيلمح نقطة من الدم ده على ايد القائد بتاعه، ومن غير تفكير بيخلص عليه فورا عشان يمنع الكارثة انها تنتشر. طب هو يا ترى عمل كده ليه؟ عشان نعرف لازم نجيبها لك من الأول. القصة يا مشاهدي العظيم إن من سنين الجيش حاول يلعب في الطبيعة، عدلوا فيروس قديم عشان يخلقوا جنود خارقين ما بيقهروش، بس النتيجة كانت كارثة طبعا. الفيروس خرج عن السيطرة وعمل جائحة عالمية. اللي بيتعدي بيتحول مش لزومبي، لهيموفوج، كائن بأنياب أقوى وأسرع وأذكى من البشر بمراحل، بس عمره قصير جدا بسبب تدمير الفيروس لجسمه. الحكومة اتهبلت في دماغها، عزلوا المصابين، حطوهم في معسكرات، وبعدين قرروا يبيدوهم إبادة تامة. وهنا ظهرت توايلايت كانت حامل، وفي يوم هيموفوج هاجمها هي وجوزها. الشرطة خلصت على المهاجم بس دمه طرطش عليها واتعدت. جوزها فارق الحياة، الحكومة حبستها ونزلوا الجنين. من اللحظة دي توايلايت اتحولت لمؤسسة وقائدة المقاومة في حرب الحياة أو الموت ضد البشر، يعني مصاصين دماء ضد البشرية. وهكررها لكم تاني، البشرية أساس البلاء، وتحديدا بقى ضد منظمة اسمها الوسواسة العليا بقيادة طاغية اسمه ديكسوس بقاله 10 سنين بيطور سلاح سري هيمحو الهيموفوج من على وش الأرض. بس توايلايت كان ليها رأي تاني، بشعر بنفسجي وبدلة ضيقة. بتوصل توايلايت لمختبر ديكسوس السري، بتمر على حاجات كتير، بتعدي من فحص الشبكية ومن أجهزة كشف DNA ومن فحص الأوردة وأشعة الفوق بنفسجية. كل ده عشان يتأكدوا إنها بشرية مش هيموفوج. بتنجح تعدي كل ده. طب إزاي؟ وتدخل الأوضة اللي فيها السلاح السري اللي هيفني فصيلتها بالكامل. العالم بيسلمها شنطة متأمنة بالحمض DNA الخاص بيها، وبيحذرها إن السلاح هيدمر نفسه بعد 9 ساعات لو ما تسلمش. بس هنا كل حاجة بتتغير. توايلايت بتكشف عن هويتها الحقيقية. العالم بيحاول يوقفها، بس في حركة سريعة بتكسر دراعه وتسحب سيوفها الكتانة. الحراس بيهاجموها من كل حتة، بس توايلايت كانت في عالم تاني، بتصد الرصاص، بتطير في الهواء، وبتنزل بضربات بتقطع أي حد يقرب منها. بتاخد الشنطة وتيجي تهرب، بس الفيروس اللي في جسمها بيهاجمها، فبتسحب حقنة وتضربها في نفسها عشان تفضل واقفة على رجليها. هو صح الفيروس بيديك قوة خارقة بس بيأثر عمرك زي ما أنا قلت لك في الأول. الإنذار بيضرب في كل مكان، الحراس بيسدوا الممرات، بس توايلايت بتشغل جهاز جاذبية في حذائها، بتطلع تجري على السقف، بتمطرهم بالرصاص من فوق، بتوصل للسطح، بتنط، بتلاقي نفسها محاصرة بجيش من المقاتلين، بتسحب الكتانة تاني، وفي ثواني معدودة وصغيرة الجثث بتملى الأرض. بتركب الموتوسيكل والكل بيطاردها، طيارات هليكوبتر بتضرب نار من فوق،
بس توايلايت بتشغل جهاز الجاذبية وتطلع بالموتوسيكل تجري على حيطان ناطحات السحاب. المشهد خرافي، بتطير بالموتوسيكل من عمارة للتانية وتدخل مباشرة في الهليكوبتر تفجرها حتت وتكمل طريقها. لما بتركب الاسانسير وتاخد نفسها، الفضول مش عايز يسيبها، بتفتح الشنطة عشان تشوف ايه السلاح اللي هيدمر العالم ده، والمفاجأة بتخليها تتسمر في مكانها. السلاح ما كانش قنبلة ولا غاز، السلاح كان طفل صغير عنده 9 سنين. بتاخد الولد وتروح لنيرفا، قائد تاني في المقاومة. نيرفا بيكشف لها الحقيقة المرعبة، دم الولد ده مليان أجسام مضادة، لو انتشرت في الجو هتبقى مبيد حشري للهيموفوج، يعني هتخلص عليهم. نيرفا بيرفع مسدسه عشان يخلص عليه، بس توايلايت بتوقفه، بتقول له إن الولد ده ممكن يكون هو العلاج ليهم وللبشر، لكن نيرفا كراهيته للبشر عميته رغم إنه هو كان بشري. توايلايت بتسيب المكان، بس اللي نيرفا ما كانش يعرفه إنها سابت له صورة هولوجرام للولد، يعني خدتها معاها. بعد كده توايلايت بتلاقي نفسها بتضطر تخلص على زميلها في المقاومة عشان تنقذ الطفل ده. بتهرب للسطح، بتلاقي المافيا الصينية مستنياه، بيحاصروها من كل اتجاه. توايلايت بتغمض عينيها، بتركز مع ذبذبات الهواء، وأول ما بتسمع صوت سحب الزناد بتميل بجسمها بسرعة البرق. الرصاصة بتعدي منها وتضطر تضرب زعيم المافيا في نص دماغه، عملت له حفرة في دماغه، وبنفس الطريقة بتخلي العصابة كلها تضرب بعضها. بالله عليكم في عظمة زي كده؟ للأسف في اللحظة دي ديكسوس بيظهر برجالته وبيطلب منها ترجع الصبي لأن مخه كده كده مش هيعيش كتير. توايلايت ما بتصدقش كلمة منه، وبتاخد الصبي وبيطير تحت وابل من الرصاص لحد ما بينزلوا محطة المترو. الصبي بيبدأ يبان عليه حاجات غريبة، بيحاول يلمس الناس، ولما توايلايت بتسأله عن اسمه بيرفع ايده وبتكتشف ان عنده 6 صوابع. فجأة الولد بيتكلم وبيهددها انه هيصوت لو سحبت منه عينة دم. هو باين متكلف. توايلايت بتاخده تهرب لجراد، عالم هيموفوج بيحبها وبيعشقها، وطبعا هي ما بتطيقوش، بس عايزة تعرف ايه قصة الولد ده. النتيجة كالعادة صدمة جديدة. جراد بيقول لها ان الولد ما فيهوش اي اجسام مضادة، ديكسوس حقنه بمادة مشعة بتدمره من جوه، وفاضله 8 ساعات وهيخلص. الولد ملوش اي فايدة. طب هو عايزه ليه بقى طالما ملوش فايدة؟ توايلايت من يأسها بتاخد الصبي لسوبر ماركت زحمة، بتسيب معاه جهاز تتبع عشان حراس ديكسوس يلاقوه، وبتمشي تسيبه، بس ضميرها بيعذبها، مش هي كانت حامل قبل كده؟ بتلف وترجع تجري عشان تنقذه، بس بتوصل للأسف متأخر. رصاص بيضرب في كل حتة، وبتكتشف ان نيرفا هو اللي خطف الولد مش رجال ديكسوس. توايلايت بتجري ورا نيرفا وتدخل في معركة طاحنة مع مقاتلين هيموفوج عندهم تقريبا نفس مستوى القوة. طبعا بتخلص عليهم وتوصل لبرج عالي، بتلاقي نيرفا معلق الولد من رجله فوق الهاوية، وهنا نيرفا بيكشف لها السر الأكبر. هو عامل صفقة مع ديكسوس عشان يبيدوا البشرية كلها، ونيرفا يسيب الحبل، الولد بيقع في الهاوية. توايلايت ما بتفكرش، بتسحب الكتانة، بتطير على نيرفا ورجالته وبتخلص عليهم وتقطعهم في ثواني. بتغرز السيف في نيرفا وبتنط في الهواء تمسك الحبل قبل ما الصبي يخبط في الأرض. بتتصل بديكسوس وبتساومه،
بس ديكسوس بيضحك بجنون وبيكشف لها الطامة الكبرى. الصدمة يعني أنا عارف في صدمات كتيرة هنا. الصبي ده مش ابنه، ده استنساخ منه، ودي النسخة السادسة. ديكسوس هو اللي صنع الفيروس أحيت، وهو اللي خلى نفسه المريض 0 أحيتين عشان يبقى أقوى هيموفوج ويحكم العالم. ثالث أحد هو كان عايز يسحب الفيروس من جسم الصبي وبعدين ينشره في العالم كله ويبيع العلاج بالفلوس للي يقدر يدفع. يا وسخ، أنا بقول لكم البشرية دي ملهاش حل. توايلايت بتاخد الولد لمكان هادي، ملاهي أطفال، بتركبه المرجيحة وفي هدوء تام. الولد خلاص. ديكسوس بيوصل، بياخد الولد وبيضرب توايلايت برصاصة في قلبها. القصة حزينة صح؟ بس القصة ما انتهتش هنا، عمرها ما تنتهي بالشكل ده. توايلايت بتفتح عينيها بتلاقي نفسها على ترابيزة عمليات. حبيبها جراد أنقذها. بتشوف الأخبار وبتلمح حاجة بتخلي عينيها توسع. بتفهم إن الصبي لسه في أمل. جراد بيكتشف إن الخربشات اللي الولد كان بيقسمها دي معادلة كيميائية، هي دي العلاج الفعلي للفيروس. توايلايت بتقوم بتلبس بدلتها البيضة وبتروح لمقر ديكسوس. بتدخل في معركة انتحارية ضد مئات الحراس المسلحين بالسيوف عشان يخليها لك معركة نينجا. بتجرح ايديها وهي قاصدة عشان تخلي بدلتها البيضة تتحول للون الأحمر. بتقطع فيهم زي الإعصار لحد ما بتوصل لأوضة ديكسوس. الفاينل بوس بيبدأ، المواجهة الأخيرة بدأت. ديكسوس بيطفي النور تماما، هو هيموفوج بيقدر يشوف في الضلمة، وتوايلايت لا، معرفش ازاي رغم ان هما نفس الفصيلة. بس توايلايت عندها ذكاء وحشي وحب للألعاب. بتولع النار في سيفها، الأوضة بتنور بتوهج السيف. المعركة كده متكافئة، ضربات سريعة، شرر بيطاير لحد ما توايلايت بتلف ورا ديكسوس وبتضرب طلقة نار من مسدسها على سيفها المشتعل. النار بتمسك في جسم ديكسوس وبتحرقه وهو عايش لحد ما بيبقى تراب. توايلايت بتجري على الصبي، بتوطي عليه ومن غير ما تحس دمعة من عينيها بتنزل على وشه. الدمعة دي شايلة فيروس الهيموفوج اللي في جسمها. الفيروس بيدخل جسم الولد وبيحييه من تاني وبيحوله لهيموفوج. وبكده المعادلة الكيميائية اتوزنت. ازاي ما تسألش؟ اللي في دم الولد. العلاج بقى حقيقي وكل المصابين في العالم بيرجعوا بشر طبيعيين. توايلايت بتتبنى الصبي وبتمسك ايده وبيخرجوا الاتنين لمستقبل مشرق وجديد. فيروس كان السبب في دمار العالم، دمر حياة توايلايت وسرق منها عيلتها، وفي النهاية دمعة واحدة من نفس الفيروس كانت هي سبب النجاة. أحيانا العلاج بيبقى في قلب المرض نفسه. ايه رأيكم في الحكمة دي؟ أتمنى يكون عجبك الفيديو ونلنا الإعجاب واشتركت في القناة وبقيت جزء من عيلتنا الصغيرة. وانتوا المرة دي بقى ادونا المراجعة عشان تعبان شوية. اتمنى لك يوم سعيد مليان بالخير والصحة، ومع السلامة وهشوفك تاني.